السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والاشتراك في القناة. يشهد ملعب طنجة الكبير طفرة نوعية في مسار تحديثه ليصبح قريباً واحداً من أروع الملاعب في القارة الإفريقية، في إطار مشروع شامل يهدف إلى تغليفه وتغطية جميع مدرجاته وتجهيزه بأحدث المعايير التقنية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وتأتي هذه الأشغال في سياق الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها المملكة المغربية لاحتضان بطولات كبرى، وفي مقدمتها كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم التي ستنظم بشراكة ثلاثية بين المغرب، إسبانيا والبرتغال. ويعكس هذا التحول رؤية المغرب في تعزيز بنيته التحتية الرياضية وتموقعه كوجهة مفضلة لتنظيم التظاهرات الكروية الكبرى على الصعيدين القاري والدولي. كشف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن أشغال تأهي ملعب طنجة الكبير بلغت مراحلها النهائية، مؤكداً أن افتتاحه بات مسألة أسابيع قليلة، إذ من المرتقب الانتهاء من جميع الأشغال في غضون 3 إلى 4 أسابيع على أبعد تقدير. وجاء تصريح لقجع خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للنمو المنعقد بالعاصمة الرباط، حيث أشار إلى التقدم الكبير الذي تعرفه ورشات التأهيل في كل من ملعب طنجة وملعب مولاي عبد الله بالرباط، في إطار استعدادات المملكة لاحتضان تظاهرات كروية قارية وعالمية كبرى. وأوضح رئيس الجامعة أن عملية تأهيل ملعب طنجة تشمل تحديث البنية التحتية وتجديد المرافق التقنية واللوجستيكية لتهيئة ظروف مثالية تواكب المعايير الدولية، وتجعل من الملعب فضاءً جاهزاً لاستقبال مباريات من الطراز العالي، سواء ضمن المنافسات الإفريقية أو الاستحقاقات العالمية. ويأتي هذا الورش ضمن مخطط وطني شامل لتأهيل البنيات الرياضية استعداداً لاستضافة المغرب لنهائيات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 التي ستقام بتنظيم مشترك مع كل من إسبانيا والبرتغال. ويعد ملعب طنجة الكبير الذي افتتح سنة 2011 من أبرز الملاعب الوطنية من حيث الطاقة الاستيعابية والتجهيزات، وقد سبق له احتضان عدد من المباريات الدولية البارزة، من بينها نهائي كأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر الإسباني، إلى جانب مباريات للمنتخب الوطني المغربي. وتتواصل بمدينة طنجة أشغال إنجاز واحد من أكبر مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالمنشآت الرياضية، حيث يشهد محيط الملعب الكبير بالزيات ورشة ضخماً لتشييد أكبر موقف للسيارات في شمال المغرب، بطاقة استيعابية تتجاوز 3000 سيارة، وبمعايير دولية تواكب التظاهرات الكروية الكبرى المرتقبة. ويقع المشروع في الجهة الشمالية الشرقية للملعب الكبير لطنجة، ويعد أحد أبرز مكونات القرية الرياضية التي تحظى باهتمام خاص من قبل سلطات ولاية الجهة، في إطار الاستعدادات الجارية لاحتضان المملكة لمنافسات كأس إفريقيا للأمم 2025 ومونديال 2030. ويأتي هذا الورش الكبير بالتوازي مع تسريع وتيرة أشغال التأهيل داخل ملعب طنجة، حيث تعمل السلطات المحلية بقيادة الوالي يونس التازي على تنفيذ رؤية متكاملة لتأهيل البنيات التحتية المتعلقة بالحركية والتنقل من وإلى المدينة الرياضية. ويهدف مشروع المرائب الجديدة إلى تسهيل عملية ولوج الجماهير إلى الملعب وتحسين تجربة حضورهم للمباريات، من خلال توفير فضاءات وقوف مريحة وآمنة واستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار، خصوصاً خلال التظاهرات الرياضية الكبرى التي ستشهدها المدينة في المستقبل القريب. وبحسب مصادر مطلعة، فإن المشروع يندرج ضمن خطة شاملة تشمل أيضاً تهيئة شبكة الطرق والمداخل المؤدية إلى القرية الرياضية، بما يعزز انسيابية الحركة ويجعل من الملعب الكبير منصة متكاملة لاستقبال التظاهرات المحلية والدولية في أفضل الظروف. ويرتقب أن تعزز هذه البنية التحتية الحيوية مكانة طنجة كوجهة رياضية بارزة، بفضل استثمارات نوعية تواكب الرهانات الوطنية الكبرى في مجال التنظيم الرياضي واللوجستي.
قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا، والسلام عليكم.